بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المادة لأحد سفهاء الأشاعرة، ناشط على التيك توك، اسمه حامل لواء الأكنات، وهو رجل سباب وشتام وسفيه وقليل أدب وقليل حياء، وأسقط الله سبحانه وتعالى في يدي يوم في بثنا البث السلفي عند الأخ أبو شاكر. هذا السباب الشتام هو يعني من الأشاعرة النشيطين على التيك توك، وهو من جماعة الصوفي القبوري وجدي أو الحبشي الآن، وجدي المدني الذي كان صوفي ثم تحول إلى حبشي، صار من فرقة الأحباش الضالة المضلة التي يحذر منها علماء الأزهر وعلماء الأشاعرة. تم حذف الشتائم والإساءات التي تغيأها هذا القبوري الأشعري الشتام. انظروا لتروا جهل هؤلاء حتى لا يعلمون ما في كتبهم. يعني هذا الرجل الآن دخل عندنا في البث وزعم إنه الأشاعرة لا يقولون أو يفسرون الاستواء بالاستيلاء، قال يعني بالتحدي بالنبرة العالية يتحدى، ثم صار يشتم ويسب، وكل هذا علشان وقع في شر أعماله. فالآن أترككم مع المادة. دقيقة أخوانا، يا شيخ عمار، حامل اللواء ده من تبع الجماعة. بعرفه. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعروف لا يعرف يا صاحب البث، حياكم الله، لا بأس عليكم. والله أنا بعرفك مش حامل اللواء، حامل لواء الأكنات ولا الأكنات ولا حاجة زي كده. نعم. هو أنت ذاته؟ نعم أنا ذاته، نعم. والله أنا ما عرفتك العنوان. أنا ما عرفتك بعلمك ولا عرفتك بقلة أدبك. يعني إنك أنت هناك اللي بيجيك هناك كله بتشتمه وبتسيئه. يعني أنا والله يعني عرفتك بكده، لكن ما عرفتك إنك بتتكلم يعني بصورة مهذبة وكده. عموما مرحب بك في البث. بارك الله فيك. لكن للأمانة العلمية يا شيخنا، هل أنا سببتك أو قدحتك أنت؟ والله ما سببتني أنا شخصيا، لكن والله أقسم بالله إن أنا شاهدت لك. أنا بكون مرات أندر كفر، شاهدت لك بس بتسيء وبتشتم يعني بصورة يعني صعبة جدا جدا، وأسلوبك حاد. داير الجدول اللي جنبه، والله أسلوبك حاد. أنا ما قلت هذا الكلام من خلفك. عموما مرحب بك، الله يحييك. بارك الله فيك يا سيدي. والله أنا جذبني العنوان فقط، جلد الأشاعرة. بنتكلم نحن في إنه عقيدة الأشاعرة، بنرى إنه الأشاعرة ما وافقوا السلف في أي مسألة من العقيدة. وإذا حبيت ممكن نبدأ لك بمسألة الاستواء. حتى في الاستواء خالفوا السلف في هذه المسألة. فهل أنت تستطيع تثبت؟ خالفوا السلف في الاستواء. إيه قصدي نعم. ماذا قالوا السلف في الاستواء مع ذكر فسروا الاستواء الأسماء. تمام. فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء. فسروا الاستواء بمعنى أتحداك دقيقة أتحداك أمام الناس أتحداك. أيوة. من الأشاعرة قال بالاستيلاء؟ أتحداك الآن أمام الناس. طيب دقائق الآن لو أثبت لك. لا تتعدى، ما تتعداش. لا ما نتعدى. من قال من الأشاعرة أن استوى بمعنى استولى فقط. طيب ممكن. طيب تمام، ممتاز جدا. طيب لو الآن أثبت لك إنه يوجد أو لا يوجد فقط حتى نمرر. لا يوجد. هذه من عقائد الأشاعرة إنه أعطيني من قال بأن من فسر من الأشاعرة باستولى فقط، هذه يريدها بس. أعطيني اسم الكتاب والمؤلف. طيب تفضل. طيب ممتاز جدا. طيب الآن لو أثبت لك إنه هذه من عقائد الأشاعرة، قالوا بها علماء الأشاعرة استوى بمعنى استولى. أعطيني أقرها، يكونوا أقروها. نعم. يعني ايش رايك؟ بها في سياق كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه. لا والله ما في سياق. تفضل يا سيدي. والله ما في سياق.
اها تفضل. ايش اتحفنا يا رايك؟ مولانا، اتحفنا يا لا مولانا. ما تحفك كده ساكت، لا ما تحفك كده ساكت. الان لو خذ اثبتت لك خذ انه ما تريد، خذ ما تريد. اعطيني ترى من السلف من الاشاعره قال استوى بمعنى يعني اثبت بانها استولى. تفضل. ما اريد اذا اثبتنا انه الان انه تفضل يا سيدي، الاشاعره تفضل. من إيه. لحظه ماذا لحظه يا تريد؟ حامل آه. إذا أنا أثبتت هذا الكلام وهذه عقيدة علماء الأشاعرة قال بها بعض علماء الأشاعرة، تمام، فأنا إذا أنت تعتقد إنه أنت عقيدتك عقيدة باطلة على كده، لأنك أنت الآن استنكرتها. الرجل الآن تمام. انتقل من الكلي إلى التبعيضي. باهي كويس. وأنا أقول لا أن لا 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 الاستنزال لا عند لا أمرك. لا 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 نقول دقيقة يا ببعض الأشاعرة حامل. قالوا بأن الأشاعرة طيب. قالوا بعض الأشاعرة قالوا بأن استوى بمعنى استولى. أعطينا بارك الله فيك وين؟ طيب اسمعني لحظة عشان تفضل. أنت تتكلم أنا ما أقاطعك وأنت تتكلم أنا ما أقاطعك وأنا أتكلم أنت نعم، ما تقاطعني. إذا قررت بأنها استولى طيب قالوا الأشاعرة أنا أقرر ولد ببطلانها. حامل الآن اللواء، يقر خليك ببطلانها. زول مؤدب يا اخي، ما تكثر الكلام. دقيقة لا دقيقة خليها يا أبو شاكر خليه. نحن ما نكون زي ما عندهم وكده. يا حامل اللواء، الآن أنا بدأت لك قلت لك الأشاعرة فسروا الاستواء بمعنى فعل فعله الله في العرش، بمعنى الاستيلاء، كويس، بمعنى القهر والغلبة. وفي منهم من فسروه اللي هم السلف منهم المتقدمين، أبو الحسن الأشعري والباغلاني وأبو الحسن الطبري، كل هؤلاء فسروه بمعنى الاستواء الحقيقي الذي أثبتوه زي السلف. فالآن أنت أنكرت مسألة استوى بمعنى استولى. فالأشاعرة ما عندهم عقيدة واحدة، ما عندهم عقيدة واحدة. يعني أنا الآن أتحداك تقول لي إنه الأشاعرة متفقين على مسألة واحدة من الأشياء الأربعة الآن ذكرتها: استيلاء، فعل فعله الله في العرش، قهر وغلبة، إثبات الاستواء على صورته الصحيحة. الأربعة ديل إذا أنت أثبتت لي إنه هم متفقين على عقيدة واحدة، أهلا وسهلا، بعد ذاك نتكلم في بعض مع بعض. تمام. ما بعض ما بعض. الآن أنت نفيت، استنكرت مسألة الاستيلاء. أنا الآن بثبت لك الاستيلاء. فإذا الآن أنا أثبتت لك إنه بعض علماء الأشاعرة مش ناس زيي وزيك كده، ناس يعني مساكين وكده، لا 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 لا، علماء الأشاعرة الذين قالوا بالاستيلاء. الآن لو جبت لك هذا الكلام تعتقد إنه عقيدتك باطلة أمام هؤلاء الناس؟ تفضل. كلامك سنة حتى لا يقولون لنا قليل أدب. أكمل كلامك حتى لا نأخذ فرصتنا في الكلام. تفضل. لا تفضل. بارك الله فيك. تفضل. إياك والمقاطعة. بارك الله فيك، الله يفتح عليك. الرجل الآن بارك الله فيك أتى ليحرر عقيدة، فقال وقد أطلق لسانه بأول كلمة ألا وهي: أنتم الأشاعرة تفسرون استوى بمعنى استولى. ثم انتقل من الكلي، عندما شددنا عليه انتقل من الكلي إلى الجزئي، وقال بعض علماء الأشاعرة يقولون هذا. طبعا هذا كلها تفاسير سياق. أما الأئمة الذين اعترفوا أنهم أشاعرة وأنهم يمثلون هذا المنهج استحالة، كأبي بكر بن العربي المالكي، كالإمام الباقلاني، كالإمام الجويني، كالحجة الغزالي، كالإمام الصفدي، كغيرهم من أئمة النووي، الحافظ ابن حجر العسقلاني. اتحد المسألة أنا وأنت الآن بإذن الله في استوى واستولى. الآن بارك الله فيك، الله يفتح عليك، ندع الحوار يكون مفتوحا الآن، وإن شاء الله الرحمن الرحيم أنت تنال الخير والبركة ونحن ننال الخير بالبركة من الله سبحانه وتعالى. أولا حتى نقرر العقيدة، وسنرى تناقضا الآن من هو العقيدة الذي صاحب العقيدة المتناقضة بإذن الله تعالى. يا رعد، فسر لنا أنتم الآن بمعنى السلفية حتى نكون يعني بارك الله فيك على بساط الأحمد ونكون يعني ذوي احترام. المذهب السلفي يقرر في عقيدته ويقول بأنهم يثبتون المعنى وينفون. لحظة بس، معلش لا معلش يا حامل لحظة يا جماعة، ما تكتبوا. لا إياك وأن تقاطعني. لحظة لا ما أنت حتمشي لمسألة ثانية. لا دقيقة، نحن في مسألة أنت بدأت بها، الاستواء والاستيلاء، قاعدين في الاستواء. بطل الحيدة. يا حرك من الاستواء. مانيش قاعد في الاستواء. قاعد في الاستواء. أيوة. أنت الآن عشان ما تخرج لي من الاستواء، انت الان اسمع، افتح اذنك لحظة بس اسمعني لحظة. ما تقاطعنيش، هذا ليس حجة العالم، ما تقاطعنيش.
لا عندي الكلمة. دقيقة لا أقاطعك. أنت الآن عايز تخرج من الموضوع، عايز تحيد. أنت الآن لحظة أعطيك أنت وقتك بدأت وبارك الله فيك بنقطة، وخذ ما تبي. أنت الآن بدأت عندك بنقطة وقتك تريد وقل ما التحيد تريد. عنها. انت لا قاعدين في استوى لحظة. واستولى، قاعدين في استوى واستولى أيوة واستعلى على أيوة. لا قاعدين في لا نحن الاستواء. الآن، لا نحن دقيقة الآن في بس يا ودي استولى، غير في لحظة، يا ودي استولى. غير احترمنا نحن شوية الآن بقى. في اكتب الكلام اللي اقوله، طيب. اكتبه وبعدين قرره في وقتك، بعدين تكلم في وقتك. لا تحيد، لا تحيد عن الكلام. ايش حايد؟ قاعد في مكاني، قاعد في أنت مكاني. الآن بارك الله بدأت فيك. بتحدي. الآن أنت نجدد لك الآن دقيقة بدأت بسم بتحدي. الآن نتحداك من شيخ السلف عمار دقيقة، أثبت حامل معنى اللواء الاستواء. الآن أنت قلت حتتكلم عن استوى واستولى، دقيقة بس يا أبو شاكر، من تتكلم عن صحابة استوى واستولى، علاقة السلفيين بالموضوع شنو؟ ما هي علاقة السلفيين بهذا الموضوع؟ بطل علاقة الحيدة. لا ما السلفيين تقول لي بطل الحيدة. داير تبدأ تشغب صح؟ داير تبدأ تشغب أعطينا صح؟ لا خليك في الموضوع. تفضل. يا الوقت عندي. الوقت عندك، بارك الله لكن فيك. الوقت دقيقة يا شيخ. طيب. يا شيخ دقيقة يا شيخ. يا اسمعني يا حامل، يا شيخ ما اسمعني. تصدقش. اسمعني يا حامل اللواء. ما انت نسمعك الان والله، الوقت عندي ما نسمعك. سمعتك في وقتك والله ما نسمعك في وقتي. لا ما تحيد، ما تزوق يا لا تحيد. الله يفتح عليك. ما احترم نفسك يا حامل الولاء. الله الوقت دقيقة. الوقت عندي، احترمني. طيب. لا تحيد، الوقت عندك. لا تحيد. توحيد. لا خليك قدر التحدي، خليك قدر التحدي بتاعك، خليك على قدر التحدي بتاعك. يلا تفضل. يلا تفضل. الله فيك، الله يفتح عليه. هو أقر الآن ويقول بأن الأشاعرة عارضوا السلف أو اختلفوا مع السلف أو ردوا على السلف وقالوا أن السلف يثبتون الاستواء على حقيقته. أنا الآن أتحداه يعطيني من القرون الثلاثة ما معنى كلمة استوى. من القرون الثلاثة السلف الأول. تفضل يا مولانا يا صاحب عقيدة السلف، تفضل. طيب خلاص. طيب أول حاجة، شفت أنا عارفك أنت عايز الآن بدأت تحيد عن الموضوع. أنت الآن لما دخلت وأنا بديت يعني أتكلم عن عقيدة الأشاعرة، رحت مقاطعني، قلت من الأول، ورحت من أول كلمة مسكت في كلامي، ما خليتني أنا أفصل إنه أنتوا عندكم مختلفين في العقيدة بتاعت الاستواء نفسها. عندكم يعني كل في واحد يقول فعل فعله الله في العرش، واحد يقول استولى، واحد يقول وين هو هرب. موجود. أنا لا أهرب يا ابني، لا أهرب من الآن. طيب خليك على قدر. انت الآن بديت خطأ معي. حتتكلم باحترام يا حامل اللواء ولا لا انت؟ لا خليه دقيقة يا جماعة. تفضل يا ابو شاكر يا ابني. اسالكم بالله ما فيكم واحد ينزله، اسالكم بالله ما فيكم واحد ينزله، ولا فيكم واحد يعني يدي فرصة عشان يمشي. تمام. طيب انت الان بدأت بداية، انا بتكلم انت قاطعتني وقلت لي تتحداني من علماء الأشاعرة انا اتي بدليل على انه علماء الأشاعرة يقولون يفسرون الاستواء بمعنى الاستيلاء. فقلت بتتحداني وقلت لي اطلب اللي تطلبه. انا الان يا شباب اللي اطلبه من حامل الشيخ نحترمه طالما جانا في البث بتاعنا، واتمنى انه لما نجوا الشباب هناك يعاملون بنفس الطريقه وبنفس الادب والاحترام. انا الان بطلب من الشيخ حامل اللواء، الان انا اثبت لك من كبار علماء الاشاعره قالوا فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء، عشان هذه ما تحد منها. ما انت دخلت بتحدي، التحدي هذا الا ينتهي. تمام. انتوا قاعدين تسجلوا يا ابو شاكر ولا لا؟ تمام. فالرجل يا شيخ طبعا قال يا شيخ انا بسأل بس تمام. الان الرجل قال يتحداني ان اتي ب يعني من علماء الاشاعره فسر الاستواء بالاستيلاء، مش علماء زي وزيك كده او ناس يعني طلاب علم، لا من كبار علماء الاشاعره فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، وانت ذكرت منهم. الحاجه المؤسفه انك انت ذكرت بعض منهم في الكلام ده. طيب الان انا الاطلب منك يا شيخ حامل، انا الان سوف اتي لك باقوال لعلماء الاشاعره، الناس كبار علماء الاشاعره، وانت الان ذكرت بعض منهم. تمام. اتي لك باقواله انه فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء. الذي اريد منك انك بعد ما انا اثبت لك هذا الكلام، اول حاجه انك انت لا تفقه في عقيدتك ولا تفهم في عقيدتك، وانه عقيدتك عقيده باطله. تقبل هذا التحدي ام لا؟ تفضل فكوه. اقبل. اكمل وافرد. وانا ابطل لك هذه العقيده وابطل كلامك. اكمل. طيب لا بس كده خلاص قبلت على كده. حبابك 10 يا شيخ.
خلاص يلا خلاص يا جماعة، واحد يواصل معاه دقيقتين ثلاثة، أجيب الكتاب بتاعه عشان ألزمه بكتبه الآن. بس عندك لحظة. من هنا الكتاب يا شيخ عمار نفتح لك في الشاشة عندك من طوال. هنا لا لعمر لا نوح لا لا يا لا عندك كتب من هنا مشاعر لعمر ما نوح. الآن. كان جيت الكتاب. دقيقة، واحد يدخل معاه بس لحد معلش ما يا أجيب. شيخ نحن حامد. ادرى بهذه الكتب يا ابني. واحد يا يتحاور معاه حامد لحد ما جانا معلش دقيقتين. انتظر. دقيقة بس، حامد دقيقتين. لا لا معاي خليك انتظر. معاي. هذا خليه يمشي أجيب خليك يا معاي جماعة، خليك ادوا فرصة يا معاي. جماعة، الله يولي. ما تكتموه يا جماعة، ما تفضل يا شيخ تكتموه. عمار، جيب العلم حاجتك، في راسك خليه بالله. حيقعد يكورك كده ما لبكره. تكتموه، ما تكتموه، ادوا فرصة يتكلم. مش عايزين على بال ما محاورة معاه. هو إيه، مش حنحاور. لا لا، حامل ويريد اقفل المايك عقبال ما الشيخ يجي. في حوار يا راجل، ليس هناك يا شيخ حامد اسكت يا عمار. حامل اللواء، اسكت خلي الشيخ حوار مع عمار يا ابن. يلا خلاص اسكت خلي الشيخ. ورجلا علمه في لا رأسه. لا ما تشوف، انتظر ما الشيخ تشوف يا شيخ لما ابراهيم. يجي. دقيقة رجلا اقفل المايك علمه شيخ في ابراهيم عشان ما نشوش على الناس. شيخ ابراهيم دقيقة. علمه في رأسه. لا، حامل اللواء، لماذا تكتمونني؟ المايك خلي الشيخ عمار يجي. هنا مني الله، لماذا تكتمون؟ صدق داير تحرم لكن ما في لماذا يا مشايخ لحظة واحدة يا مشايخ، بارك الله انت فيك. لماذا تكتمني؟ بس لماذا يا تكتمني؟ حامل اللواء، انا اريد رجلا يا حامل اللواء، علمه في اسمعني بس رأسه، دقيقة. لا حامل من اللواء الجوجل. لحظة. اسمع يا ولدي، انا اريد يا رجلا حامل علمه في رأسه، يا لا من الجوجل. طبعا يا اكتبوا يا مشايخ شيخ. دقيقة افهمكم الحاصل شنو هو. دقيقة يا شيخ ابراهيم، ما في واحد يفتح المايك، خلوا الولد ده يتكلم براه، ودار يسبسب ودار يتكلم عشان يلقى مهرب، لكن ما في لك الليلة اصله ما بتنزل، دار تتعفص هنا شفته بالجسم والله اصلك شوف أهرب منك، هذه واحدة. حاجة يا أبو شاكر يا حامل اللواء. لا حتى اهرب منك يا ابني، انت لست ضد يا لي. أخي اول حاجة واحدة. الشيخ طيب يا حامل يا ولدي غربي. اللواء، احترم الشيخ بيقول لك يا هادي. شيخ هو داير الازعاج ده، اسكتوا يا خلوه. ودي قلنا غرب الله لكم علي، اسكتوا فمك خلوه، اسكت علي اسكتوا تربح. خلوه. يا ودي غرب. دعوه يتكلم يا إخوان، بارك الله فيكم، دعوه يتكلم. دعوه لا يتكلم. ما تكتموا يا اول شيء انا اريد رجلا علمه. علم. لحظه بس اسكت علي، بلا بعد كورك يا يا رجل، أخي ما تكورك. ثاني اريد رجلا علمه في راسه. انا اريد رجلا علمه في راسه لا من الجوجل. بس هل يوجد رجل علمه في راسه؟ يا حامل اللواء. اذا اريد ان اناظر احدا يدخل للجوجل ويخرج، كل ما اناظر احد يدخل للجوجل ويخرج. العلم في الجوجل ليس في الرؤوس يا شيخ. لا حول ولا قوة. ها الشيخ عمار مشى للجوجل، سالنا سؤال من السلف قال بهذا. تبرى يا راجل بالله عليك. يا اخي حرج الصوفيه ده ما تخليه يا اخي، خليك زول عاقل. يا راجل انتم ليس لديكم علم، هذا صحيح. يا حامل اللواء، نحن علمنا في رؤوسنا، انتم ليس لديكم علم. يا حامل اللواء، نفتح الكاميرا انا وانت امام الناس ونقرا القران عن ظاهر قلب. القرآن اقرا على اموات لا، القرآن. اذا كنت رجلا نفتح الكاميرا ونقرا من القران. حتى الاناث يقرأوا القرآن يا حتى الاناث يقرأوا القرآن. نقرا من حفظنا مستعد. حتى الاناث دقيقه بس، حتى الاناث نقرا من يقرؤون حفظنا القرآن مستعد. دقيقه يا عندك جرأة؟ بس حتى يا ودي غرسك تربحي. عندك حتى الاناث جرأة يقرؤون القرآن. حتى الاناث أتتجرأ يقرؤون وتفتح القرآن. الكاميرا نقرا القرآن عن ظاهر اسمع قلب. يا اخي، حتى الحمار يسبح بسم الله يا مريض. أنا أقول لك عندك جرأة تفتح الكاميرا؟ يا شباب الشاب ده دقيقة يا إبراهيم، دقيقة يا الباحث، أنتم ما فاهمين الحاصل شنو. الشاب ده بيشغب وبيكورك وبيصرخ وبيسمي. ثاني والله نبي نعرف. انا عندكم راجل في مولاكم، احنا الراجل في كبيركم. هيا خلي كبيركم الذي علمكم السحر اللي يرد عليه. كبيركم هذا عمار. نحن ننتظر كبيركم الان. يريد الهروب. أين كبيركم؟ أين علماء الوهابية يرد علينا؟ أين علماء الوهابية يردون علينا؟ ما عندنا لا يوجد أحد. كلهم في الجوجل يبحثون في المسائل. والله لا يستطيعون نزاع الأشاعرة، والأشاعرة أعلم منهم، وأصحاب المذاهب أعلم منهم. نحن لما نتكلم مستحيل تلقى عندنا دخول والله ما عندكم حاجة، والله لا علم لا شيء. لو كان فيكم رجل عنده علم لرد علي بلسانه وعقله، لا رد علي من الجوجل. يا أصحاب الجوجل، يا شيوخ التكنولوجيا، يا حتى تنوض علي نوض علي اسكت علي اسكت علي اصبر انت اسكت يا الازرق اسكت يا الازرق اسكت علينا تربح. بارك الله فيك. الوهابية افلسوا، ليس هناك رجل في بث الوهابية يرد على ابي الحسن الليبي. اين انتم يا وهابية؟ اين علماؤكم؟ اين افراخكم؟ اين فراخ الوهابية؟ يا فراخ الوهابية، أين المايك يا رعد؟ أكفر المايك يا إبراهيم. يا أخي يا جماعة مالكم بتخربوا الشغل. خلي الزول يتكلم يا أخي. أين فراخ الوهابية؟ ألا يوجد وهابي يرد علينا؟ ألا يوجد فيكم عالم ذو علم في رأسه يرد علينا؟ سبحان الله. شوفوا بعد هذه الفصاحة وقلة الأدب وقلة الحياء الآن هرب
أقسم بالله إنه هرب الآن، غفز من البث وهرب. طيب الآن علشان تعرفوا إنه هذا إنسان جاهل، يعني الآن نبدأ بأبسط كتابين. الآن هذا الكتاب الذي أمامكم تحفة المريد للشيخ إبراهيم بن محمد ابن أحمد الشافعي البيجوري. ده شرح البيجوري يا جماعة، شرح جوهرة التوحيد للعلامة الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني. طيب ضبطه وصححه عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية. تمام. ده من الكتب البسيطة جدا التي تدرس يعني في المعاهد الأشعرية زي عند الأزهرية وغيرهم، يعني سبحان الله. شوف الكتاب ده صفحة 105، قال: ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، طه الآية 5. فالسلف يقولون استواء لا نعلمه، والخلف يقولون المراد به الاستيلاء، المراد به الاستيلاء والملك، كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وبعد ذلك قال: وسأل رجل الإمام مالكا عن هذه الآية فأطرق رأسه مليا ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. طيب خلينا من كلام الإمام مالك. الآن ده أشعري، ومن الكتب البسيطة بتاعت الأشاعرة يقول يفسر الاستواء بالاستيلاء، وجاب البيت بتاع الأخطل النصراني، يعني عقيدتهم مبنية على كلام الأخطل النصراني. طيب نشوف غيره من الكتب. طيب الآن يا حامل لواء الأكنات، شوف ده كلام البيضاوي. قال في تفسير سورة الأعراف الآية 55 تقريبا إلى 56، قال: ثم استوى على العرش، استوى أمره أو استولى. عرفت أنك جاهل كيف؟ الله المستعان. ده كلام البيضاوي. وبعد ذاك اتكلم تحت عن عقيدة الرازي أيضا. طيب يا إخوة بارك الله فيكم، شوفوا هذا كلام ابن عاشور، سبحان الله. بيتكلم هنا في تفسير الآية نفسها، جاب أقوال أو يتكلم عن علماء الأشاعرة. قال: فعلى طريقة الخلف تأولوا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، طه الآية 5، بتأويلات 3. التأويل الأول قال جمهور الأشاعرة وفي مقدمتهم إمام الحرمين اللي هو الجويني: إن معنى الاستواء القهر والغلبة والاستيلاء كما في قول الأخطل. هذا الأخطل النصراني يا جماعة، الناس ما عندهم غير الأخطل النصراني. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. ده كلام يعني معناها إنه جمهور الأشاعرة، شوفوا جمهور الأشاعرة بيقولوا بالاستيلاء، ويجي الجاهل ده يقول لك قال يتحداني، ولو أنت أثبتت إنه عقيدة الأشاعرة إنه يقولون بالاستيلاء فإنه عقيدته باطلة. الآن هذا التفسير الكبير، نشوف كلام الرازي عشان تعرف إنه مدى جهل هؤلاء. الرازي ده عراب الأشاعرة يعتبر. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد ابن عمر ابن الحسين ابن الحسن. طيب في تفسير الاستواء بيقول: وإذا كان صفحة 8، بيقول: وإذا من سورة طه، بيقول: وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء، وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء، وإلا لزم تعطيل اللفظ وأنه غير جائز. والثاني وهو دلالة قاطعة على أنه لا بد من المصير إلى التأويل، وهو أن الدلالة العقلية لما قامت على امتناع الاستقرار. طيب لحد ما بيجي هنا الصفحة الثانية اللي هي صفحة 9، بيقول: والثالث باطل لأن العقل أصل النقل، فإنه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثته للرسل لم يثبت النقل
لم يثبت النقل، فالقدح في العقل يقتضي القدح في العقل والنقل معا، فلم يبقى إلا أن نقطع بصحة العقل ونشتغل بتأويل النقل، وهذا برهان قاطع في المقصود. إذا ثبت هذا فنقول قال بعض العلماء المراد من الاستواء الاستيلاء. قال الشاعر، طبعا الشاعر ده اللي هو الأخطل النصراني، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. الجماعة دي يا جماعة كلهم بيستدلوا بالبيت ده على عقيدتهم، بيت يعني بدل ما يستدلوا على عقيدتهم بآية من القرآن الكريم يستدلوا بيت شعر بتاع واحد نصراني. قال فإن قيل هذا التأويل غير جائز لوجوه، أحدها أن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز، وذلك في حق الله تعالى محال. وثانيها إنه إنما يقال فلان استولى على كذا إذا كان له منازع ينازعه، وكان المستولى عليه موجودا قبل ذلك، وهذا في حق الله تعالى محال، لأن العرش إنما حدث بتخليقه وتكوينه. وثالثها الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخلوقات، فلا يبقى لتخصيص العرش بالذكر فائدة. والجواب يعني هو الآن بيبرر هذا الكلام، والجواب إنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعم بالكلية. قال صاحب الكشاف رجع للزمخشري المعتزلي لما كان الاستواء على العرش وهو سرير ملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية عن الملك، فقال استوى فلان على البلد يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البتة، وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لأنه أصرح وأقوى في الدلالة من أن يقال فلان ملك. طيب نشوف غيره كمان. الآن نمشي لواحد أيضا من كبار مشايخ الأشاعرة، وهو الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين الجزء الأول الصفحة 108. قال الثامن العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالاستواء، وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء، وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء، حيث قال في القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء، كما قال الشاعر برضو الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فسبحان الله، يعني عقيدتهم كلها بانها على بيت شعر بتاع واحد نصراني. الآن يا حامل لواء الأكنات، عرفت إنك جاهل وما بتفهم، والمشكلة ما انت. يعني من قبل في واحد اسمه دكتور عصام الشيباني مرة في مناظرة لي مع أحمد أبو المجد أيضا قال نفس الكلام، قال الاستيلاء هذه عقيدة المعتزلة وليس عقيدة الأشاعرة. يعني غالطني في هذه المسألة وأنكر إنه الأشاعرة لا يقولون بالاستيلاء، فسبحان الله ما أجهل هؤلاء.